مع الدولة النووية الوحيدة الإسلامية اللي هي باكستان، واتفقوا إن أي اعتداء هيحصل على أي دولة من الاثنين هيعتبر اعتداء على الدولة الثانية. بعدها شفنا مبادرة من خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي المقرب للشيخ محمد بن زايد، بيدعو فيها كل القادة العرب إن هم يقفلوا المجال الجوي العربي قدام الطيران الإسرائيلي اللي طياراتها رايحة جاية فوق الأجواء العربية وعمالة تقصف في الدول. يا جماعة نتنياهو اتجنن خلاص، في أسبوع واحد بعت طيارات قصفت اليمن ولبنان وسوريا وغزة وختمها بقطر. الراجل ما بقاش يهيب أي حد، عارف إن هو مهما ضرب محدش عارف يرد عليه، لدرجة إن بعد ضربة قطر خرج في الإعلام وقال إن الفترة الجاية إسرائيل هي هتكون سبارتا الشرق الأوسط. سبارتا دي اللي هي دولة اليونان قديما وجيشها كان بيهزم كل جيوش العالم. هنا بقى اللي قاعد وبيتفرج من بعيد وزير الدفاع الباكستاني، الراجل جاب آخره وخرج بأخطر تصريح في القرن ال21 دعا فيه دول الشرق الأوسط وبالتحديد الدول الإسلامية لتكوين حلف زي حلف شمال الأطلسي الناتو، بس يكون ناتو إسلامي عربي صرف. الحقيقة أنا وقفت عند الخبر ده وقعدت أتخيل هو لو اتجمعت أقوى 10 دول إسلامية عربية زي مصر، السعودية، باكستان، تركيا، إيران، أندونيسيا، المغرب، الجزائر، الإمارات، الأردن، وتأسس حلف عسكري إسلامي زي حلف الناتو.